في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الباور بيفوت. الباور بيفوت ده من ضمن أدوات الباور باي ذكاء الأعمال. وظيفتها إنها تجمع أكتر من داتابيز وتعمل ربط ما بينهم وتتعامل معاهم على إنهم قاعدة بيانات واحدة بس، وتبدأ في إنشاء التقرير اللي أنت محتاجه بدل من الطريقة المانيوال البطيئة بالكوبي والبيست. أما لو هتستخدم قاعدة بيانات واحدة بس فالبيفوت تيبل كافي. وعلشان أعمل دمج أو تجميع ما بين أكتر من جدول لازم يكون في عامل مشترك أو فيلد مشترك ما بين قواعد البيانات دي. ده الحد الأدنى، وبيتم تجميع قواعد البيانات أو الجداول ديت في ملف واحد. تعال بقى ننفذ الكلام ده. علشان تضيف تاب باور بيفوت من تاب فايل وبعدين اوبشنز وبعدين اد انس وبعدين هتختار كوم اد انس وبعدين جو، وهتعلم على الباور بيفوت وبعدين اوكي. هتلاقيه ظهر معاك. أول خطوة هجمع الجداول أو قواعد البيانات اللي أنا عايز أعمل دمج ما بينهم في ملف واحد بالكوبي والبيست، أو إن أعمل لهم استيراد بالباور كوايري من تاب داتا، وهبدأ أعمل لهم استيراد. وهعمل استيراد للجدول التاني. الخطوة التانية هبدأ أعمل إضافة لكل داتابيز في الداتا موديل، بسكن الداتا في الداتا موديل، وده بيمكنك من التعامل مع ملايين البيانات بسهولة. هتقف بالماوس على الجدول ومن تاب باور بيفوت هتضغط على اد داتا موديل، وهعمل كده مع كل داتابيز. بعد ما اضيف قواعد البيانات للداتا موديل هعمل ربط ما بينهم ريليشن شيب للفيلد اللي زي بعضها ما بين الجداول. هتضغط على دياجرام فيو، والفيلد اللي زي بعضها هوصلها ببعض. وانا كده عملت ربط ما بين قواعد البيانات دي. ولما تخلص الربط او الريليشن شيب هترجع لداتا فيو، وبعدين هتضغط على بيفوت تيبل علشان تبدأ تكريت التقرير بتاعك، وكل الفيلدز الخاصة بقواعد البيانات اللي ضفتها بتكون موجودة. وممكن تعمل أكتر من بيفوت تيبل وأكتر من تشارت لنفس الداتا موديل وما يكونش بينهم ربط. الحاجة المشتركة الوحيدة هي إنهم من مصدر واحد. طيب سؤال، لو عندي جدولين وفي عمود مشترك ما بينهم وفي عمود في الجدول التاني عايز أضيفه للجدول الأول، هعملها إزاي؟ هعمل ربط ما بينهم عادي بدالة related. هروح للجدول الأولاني، أكتب يساوي وبعدين related بعدين تاب، وأنا عايز أضيف مثلا فيلد الكوميشن العمولة، وأقفل الأقواس وأضغط انتر. في مصطلحات ضروري تكون عارفها. أول مصطلح فيلد، ده بيرمز لعنوان العمود، وكل صف اسمه ريكورد. والداتا موديل دي عبارة عن مجموعة من الجداول أو قواعد البيانات. تعال بقى نبدأ في إنشاء تقرير بيفوت تيبل، وليكن شيت جديد. في مصطلح تاني ضروري تكون عارفه اسمه الكي بي آي. الكي بي آي دي مؤشرات لقياس الأداء، اختصار لكي بيرفورمانس انديكيتورز. دي مؤشرات بتمكنك من تقييم الأداء بصورة سريعة. هي شبيهة بالتنسيق الشرطي، بس ما بتشتغلش إلا لو أنت ضايف calculated field حقل محسوب. تعال أول بس نبدأ في إنشاء تقرير، أي تقرير كده سريعا، وليكن امبلوي، وليكن السيلز، وليكن كمان معاها الكوميشن العمولة. هبدأ أضيف حقل محسوب من measures وبعدين new measures. هسميه مثلا target. مثلا هضرب المبيعات في العمولة وبعدين اوكي. تمام. وبعدين هبدأ في إنشاء الكي بي آي. بتختاره من هنا الحقل المحسوب اللي انت عايزه، وبتحدد القيمة اللي انت عايز تضيفها،
وهنا بتفترض إن لحد 40% فدي نتيجة سلبية بيعبر عنها باللون الأحمر، وفوق ال 40% ل 80% بيعبر عنها باللون الأصفر نتيجة متوسطة، وفوق ال 80% نتيجة إيجابية. وممكن تغير النسب دي، هتحرك مؤشر الماوس بس مش أكتر، وتختار أي شكل من الأشكال ديت في حالة لو الشرط اتحقق أو ما اتحققش، أو كان زي نظام نقطة تعادل مثلا، وبعدين تضغط على أوكي. هتلاقي شكل الفيلد اتغير. وهنا بيقولك إنهم وصلوا للتارجت. لو عندك أي سؤال بخصوص الباور بيفوت ما تنساش تسيبه في التعليقات.